بتعيش الفنانة سمية الخشاب لحظات سعيدة في حياتها، وده بعد النجاح اللي حققته من خلال أغنيتها الأخيرة وردود الأفعال الكتير اللي جات لها على أغنية يا مسكين. كاميرا عرب بود في لبنان قابلت الفنانة سمية الخشاب خلال تواجدها الفترة الأخيرة في بيروت، وكمان كشفت لنا عن كواليس الأغنية وتصويرها. مو برضاك هالحب صار تهواني ومالك فرار، بأمر الحب مالك خيار، بأمر الحب مالك خيار، مو برضاك غصب عليك، مو برضاك وغصب عليك، صدقني مصيرك تقول مهما وقت صمتك يطول، غير الحب مالك حلول، غير الحب مالك حلول. انا بطلع السلم عشان اعمل حاجه غريبه، شو طلع مش هشرح لكم اللي هو احنا بنعمل كليب يا مسكين مع مخرجه رند العزيز من احلى ناس في لبنان. كل سنه وانتم طيبين. مش عليا ايه قلبي أنا سعيدة جدا طبعا إنه الكليب عجب الناس، وإنه هو لسه ما بقالوش كام يوم نازل، أيام معدودة، لكن رد الفعل كان حلو قوي. وسعيدة براند لقديح قوي لأنه مخرجة متميزة حساسة، حصل بينا نوع من التفاهم، نوع من الكيمياء، فده ريحني كتير في التصوير وطلع الكليب أكتر مما كنت متصورة يعني. سمية الخشاب بتعلن من خلال أغنية يا مسكين عن عودتها للساحة الغنائية من تاني، وده بعد غياب كذا سنة قدمت من خلالها عدد من الأغنيات. عايزك كده ليا انا طيب رقيق حساس، ولا لف كده ولا لف كده، وانا هعمل ايه بالناس، حبك هنا في القلب ده علمتني الاخلاص. الحمد لله إنه يعني بدأت أنشط شوية، كنت كسلانة، والفانزات بتوعي هم طبعا اللي شجعوني. طلبوا فيكي. بحبهم قوي، بقول لهم انتوا فانزاتي اللي بحبهم، انتوا اللي وقفتوا جنبي، وانتوا اللي دعمتوني، وانتوا اللي كنتوا دايما بتعملوا لي بوش انه يلا سمية، يلا بليز بطلي كسل، يلا اتحركي سمية، يلا غني، يلا سمية مسلسلات. فيعني الحمد لله السنة دي في نشاط. أما عن سبب الغياب المدة دي عن تقديم الأغنيات أو الفيديو كليب، فكشفت لنا سمية عن السبب الحقيقي. والله ما كانش في اسباب، بس هو جالي عملت مسلسلين ورا بعض انا وفيفي اللي هم كيد النسا ويانا يانتي، بيجي دراما بتعطلك، لازم صاحب بالين كداب، يا تركز في الغنى يا تركز في المسلسلات، فانه شويه دراما شويه غنى. انا حلمي الغنى وبحب الغنى، ومن وقت دراسة كونسرفاتوار، من وقت غنيت وانا صغيره في اسكندريه في حفلات المدرسه وفي الجامعه، كان الكل بيشجعني ان انا اغني، ولحد دلوقتي الكل بيشجعني ان انا اغني. الغنى اقرب لقلبي، لكن التمثيل مهنتي اللي الناس حبتني فيها ودعمتني، وعملت اسم كويس وعملت مكانه فيها، فما فينيش اني اقدر اقول لك حاجه اكتر من حاجه، لكن هو الغنى اقرب لي، انا بحب اغني كتير. سمية الخشاب لما رجعت للغناء مرة تانية اختارت انها ترجع بأغنية باللهجة الخليجية، سألناها عن السبب في ده، وان دي مش أول أغنية خليجية ليها. كل بعقله راضي يا حبيبي، والله راضي بعقله، وش اسوي بحبيبي يا عالم مجنني، هو الحكم والقاضي يا حبيبي، بس عن فاضي يعاتب ولا يحاسب حبيبي، اي شي بس يجي مني. لما كان في ألبومي جديد أغنية كلم بعجلة راضي، كانت خليجية، نجحت كتير مع الخليج، عندي فانزات كتير جدا من الخليج، جمهور كبير جدا بيدعمني وبحبهم قوي، ولهم مكانة خاصة في قلبي في الخليج، ما فينيش إني أنساهم يعني. بعدين لما نجحت كلم بعجلة راضي بدأت يجي لي عروض إنه أغني خليجي وكذا، عجبتني الفكرة، وأنا كتير بحب الألحان والأرتام الخليجية بتستهويني. هو الخليجي موضة كمان، خلي بالك يعني في مصر دلوقتي بدأ الخليج حب قوي، ويبقى ما كانش كده في الفترة اللي فاتت، كان صعبة اللهجة على الناس، لكن في الوقت الحالي الخليجي أخد كتير من اهتمام الناس. سألنا كمان سمية الخشاب عن رأيها في مخرجة كليب يا مسكين للمخرجة رند قديح، وكلمتنا عن تجربتها معاها. رندلا أنا شفت لها شغل كتير قوي وعجبتني كمخرجة، وعجبني الصورة بتاعتها جدا، الريزوليوشن عالي، طريقة التصوير، الأفكار، الصورة عندها مختلفة. لو قارنت بين الكليبات اللي هي عاملاها وبين الكليبات اللي معروضة هتلاقيها لها شخصية مميزة جدا في إخراجها، في التصوير كتير هادية، وده بالنسبة لي مهم قوي. أنا ما بحبش المخرج العصبي، لأنه معظم المخرجين بيكونوا مرات عندهم منفعلين في البلاتو أو عصبيين شوية. رندلا هادية جدا بشكل يخليك تركز وما تبقاش متوتر، وده مهم قوي بالنسبه لي كسميه. بطل كليب يا مسكين كان تعبان حقيقي، وكان التصرف ده جراءة كبيرة من سمية.
وقعت كذا مره على ظهري وانا برقص الرقصه تبع الحبل، انه كانوا بيشدوني يمين وشمال، بيشدوني بجد مش هزار، لان رابطين الحبال على وسطي فبيشدوني وانا لابسه تنوع عالي، فمرتين وقعت على ظهري. انا قلت لرندلا يعني ما سالتني شفتك مره في برنامج ماسكه تعبان كنتي ازاي ما خدتيش وكذا، قمت تلاقي يلا هتيجي تعبان في الكليب. قالت لي بجد؟ قلت لها وخلاص وعدى الكلام، يعني ما ركزناش. انه جت يوم التصوير الصبح بتقول لي سمية انا جبت لك التعبان، قلت لها نعم. قالت لي انا جبت لك التعبان، قلت لها بتهزري؟ قلت لها كنت بهزر معاكي خلاص. قالت لي لا جبت لك التعبان، قلت لها اوكي هاتوا التعبان. سالنا كمان سميه عن سبب غيابها عن الدراما، وكشفت لنا عن عمل درامي جديد ليها. انا معروف انه مش كل رمضان بكون موجوده، وانه مش نهايه الدنيا. في ناس لما بينزلوش رمضان بيعدي عليهم رمضان بينهاروا، يعني انه ازاي انا مش في رمضان؟ لا عادي يعني، يا اما انزل بقوه يا ارتاح في بيتنا، يعني اوفر مجهودي لنفسي واستنى لما يكون عندي سيناريو كويس يستحق ثقه الجمهور، لانه انت عندك ناس بتحبك وعندهم ثقه كبيره فيك. ما ينفعش ان انت تخسر ثقتهم فيك او تقدم لهم عمل دون المستوى فتخسر اصوات او تنزل في مستواك. صحيح. لكن لو قعدت سنه ما اشتغلش لغايه ما ادور على ورق كويس وسيناريو يرضيني ويرضي جمهوري، ده بيبقى افضل. يعني الحلال مسلسلي الجديد مع المنتج الكبير صادق الصباح، ومع المخرج اكرم فريد لاول مره، ومع المؤلفه سماح الحريري لتاني مره. من بعد الحقيقه والسراب كنت عامله معاه مسلسل حلو قوي اسمه الحقيقه والسراب ونجح مع الناس، ودي تاني مره في الحلال. انا هنبقى ثلاثي ان شاء الله ناجح يا رب. قابلنا كمان مخرجة الكليب المخرجة رندلا قديح، واللي كلمتنا كمان أكتر عن كواليس الأغنية. مثل ما شفتوا كليب كتير غريب، واكثر شيء التعبان ده كله فكروا امبارح سالوني اذا هو فيك انه انا عامله انيميشن، قلت لهم لا ما حتشوفوه، ما شايفينه ماشي عادي. والجرأه انه قد هي عندها قلب قوي حطته على رقبتها وعادي مثل المنطو بتنقله، يعني مثل الشعل بتخانق معاه وانا على المونيتور بقول له حرام التعبانه انه روق شوي شوفوا هيك انه تعبان صعب عليها. تعبان صعب عليها، بتقول لي في اللي قاعده قدام المونيتور حرام بالراحه على التعبانه. بقول له بعدين هدي اعصابك. بتقول لي ده في ايه؟ دي مجنونه دي الست دي. وسالنا كمان رندلا وسميه عن سبب اختيارهم لبعض، والمفاجاه انهم هما الاثنين كان نفسهم يشتغلوا مع بعض من فتره. هي حبت الغنيه في الاول كاوديو وحبتني انسانيا، حصل في بينا حبينا بعض، ارتحنا لبعض، افكارنا واحده. يعني اللي كنت انا بحلم بيه وشكلي هيطلع عامل ازاي كانت هي بتحقق لي احلامي، يعني من غير ما اطلب حاجه. بانه قعدنا على الستوري بورد لقيتها حاطه لي حاجات، قلت لها انا كان نفسي اعمل ده. انا كان نفسي اعمل ده، فانت عرفتي ازاي وكذا. فقالت لي احلامك طلبات يعني هتتنفذ، ما تقلقيش احنا هننفذ لك احلامك. انا لي الشرف اكيد، يعني انا من زمان بحضر لها مسلسلات وبحبها كتير، وثاقبت من اكثر من سنتين صار في كونتاكت وراحت اختفت، بقيت وراها سوسو فينك يا سوسو سوسو فينك يلا يا سوسو عاوزين نكسر الدنيا. وفي آخر لقائنا مع رندلا قديح سألناها عن ردود الأفعال اللي وصلت لها عن كليب يا مسكين. الحمد لله مثل ما عم نشوف من بعد العيد هيك كتير في أصداء حلوة وحابين كتير الكليب، كتير جريء وكتير اللي بيعشقوها لسوسو، لأنه هي ما كانت كتير أب تو ديت على الميديا، فرجعت كمان قنعتها انستا تويتر هول كلهم بدك ضلك وراهم. وفي عندها فان كتير كبير، فان كلوب كتير كبير، فالحمد لله كتير مبسوطين. واللي اشتغلوا حتى الإكيب تبعنا بالسيت عم بيتابعوا، ويعني العمل بينزل. أنا بتعرفوني مش بس أنا كمخرجة، أنا عندي فريق عمل اللي هو كلنا مع بعض نعمل كليب، مش أنا لحالي، فكلهم مبسوطين. وقد ما بيحبوها لسوسو، أنا وعيت لسوسو خلاص، فعم بيضلهم هيك ان كونتاكت معه وإن شاء الله يا رب نعمل شيء هيك بعد أقوى. إنسانيا أنا بحبها قوي، وهي صارت أختي وصديقتي ومسميين بعض أسماء غريبة كده مفيش داعي.